لو عندك نص كيلو بانيه ومحتارة تعملي غدا ايه النهاردة، هعملك وصفة غدا روعة. كل اللي هيشوفها او يدوقها يفتكرها جاهزة، مع العلم ان هي احلى من بره بكتير. هسمي الله وهجيب معايا 3 معالق كبار خل ومعلقتين مستردة والتوابل ملح وفلفل وبهارات فراخ وبصل بودر وتوم بودر وبابريكا مدخنة. البابريكا المدخنة مهمة قوي في الوصفة. وهجيب نص كيلو من الموز او الفيليتو بتاع الفراخ، يعني هتقولي للراجل عايزة نص كيلو بانيه من الموز او الفيليتو، هي بنفس التمن، بس هي في الوصفة دي بتبقى طرية، بتستوي بسرعة وبتبقى يعني تخينة شوية كده، بتبقى حلوة. وعصير مية بصلة. البانيه بيبقى رفيع كده بينشف وبيتحرق، ما بيبقاش حلو خالص في الوصفة دي. حطيت شوية سمنة وزيت، وجبت كده البصلاية اللي انا كنت بشراها، اللي كنت عصرة ميتها على الفراخ، ده التفل بتاعها. قلبتهم يا دوبك تقلبتين كده هما وعود قرفة. وحطيت نص كيلو بسمتي مغسول ومتصفي، والتوابل ملح وفلفل وبهارات ومعلقة صغيرة كركم. شوحتهم شويه وضفت عليهم الماء المغليه. البصلايه بتدي طعم حلو قوي للرز البسمتي، بس ما تخلوهاش تاخد لون خالص. ظبطت الملح كده وقلبته وغطيته وسبته على نار عاليه لحد ما اتشرب. وبعد كده وطيت عليه. الطريقه المعتاده للرز: جبت كوبايتين دقيق ونفس التوابل اللي حطيناها ومعلقتين كركم ومعلقتين نشا. زودت بس نص معلقه صغيره بيكنج باودر وكركم. دول بس الاتنين اللي زودتهم، لكن هي نفس التوابل. والبابريكا هنا كانت معلقه كبيره. خدت كده كوبايه من الخليط ده وحطيت عليها كوبايه الا ربع ميه ساقعه متلجه. ومهم قوي في الوصفه دي الميه تبقى ساقعه متلجه. دوبت كده الميه بالدقيق كويس قوي وحطيته على الخلطه دي. يعني كوبايتين دقيق، معلقتين نشا، التوابل. خدت من الخليط ده كوبايه، دوبتها في كوبايه الا ربع ميه متلجه، وخليت بقيه الدقيق بالتوابل زي ما هو. نفس التوابل اللي حطيناها على الفراخ، بس زودنا بس الكركم ونص معلقه صغيره بيكنج باودر. والبابريكا هنا حطيناها معلقه كبيره. البابريكا المدخنة والمستردة بيدوا طعم روعة للوصفة دي. بصوا الستريبس من غير ولا بيض ولا زبادي ولا لبن رايب ولا اي حاجة، بالمية بس. واتحداكوا اي حد يجرب الوصفة دي لما تطلع معاه طعم التتبيلة والكرمشة بتاعت الستريبس تحفة. ولا كلمة. شايفين؟ انا بوريكم شكل الستريبس والتعريجات اللي فيه واضحة من قبل ما تتقلي في الزيت، بالمية والدقيق بس. بس الطعم كان بجد روعة. هجربوها ان شاء الله وهتصدقوني. حمرتهم كده كويس في الزيت وطلعتهم. لكم ان تتخيلوا ان هذا نص كيلو بانيه. هيجي بقى بعض المشككين دلوقتي يقولوا لي لا ده مش نص كيلو، ده كيلو. طب وانا هستفاد ايه يا جماعه؟ انا هستفاد ايه لما ابقى عامله حاجه بمقادير مثلا كبيره واقولها لكم قليله؟ طب ما فرضا حد واحد بس من الناس اللي بتتابعني جرب الحاجه ولقاها مش صح، طب ما انا هفقد مصداقيتي قدام الناس، والناس هتبطل تتابعني وتتفرج عليا. يعني انا الخسرانه في الاخر. كل ما اعمل وصفه موفره يجي لي على طول ناس كتير يقولوا لي لا تسلم ايدك، هي الحاجه حلوه بس ده مش نص كيلو بانيه، بس ده مش تلت كيلو لحمه. لا والله العظيم ده نص كيلو بانيه، والغدا ده كل منه 5 تنفار وشبعوا كمان. شايفين الرز ما شاء الله مفلفل ازاي، والفراخ كانت طريه جدا ومقرمشه من بره.